كوكاكولا بتسيطر على الكرة المصرية وبتعمل حالة انقسام ما بين الشعب المصري كله. كوكاكولا اللي قدرت اللي هي تاخد رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد كده رعاية النادي الاهلي، اخيرا بتحصل على رعاية نادي الزمالك. والشعب المصري في حالة انقسام ما بين مؤيد لقرارات مجلس ادارة النادي الاهلي وبيدافع عنها، وما بين معارض لمجلس ادارة النادي الاهلي وبيهاجمه، وما بين ناس بتدافع عن مجلس ادارة نادي الزمالك، وما بين ناس بتعتبر مجلس ادارة نادي الزمالك هو مجلس العار في تاريخ نادي الزمالك. شركة كوكاكولا اللي الشعب المصري كله كان عامل حملة مقاطعة دعما لاخواتنا الفلسطينيين، وان الشعب المصري ما بقاش بيشتري منتجات كوكاكولا، وعاملين كلنا مقاطعة فجأة كده وبدون اي مقدمات. بقت كوكاكولا بترعى اهم اندية مصر، بل اهم اندية الوطن العربي، الاهلي والزمالك، وبقى مطالب عن كل جمهور ان هو يسند ناديه ويدافع عن ناديه ويقول ان احنا مش بندعم الصهاينة، لا ده احنا مجبرين ان احنا نعمل ده. وان دي في بعض الاوقات ناس بتقول دي سياسة دولة، وناس تانية بتقول اصل ده استثمار وفلوس. وجمهور الزمالك طلع حارب مجلس ادارته بالامس حرب شرسة عشان يمنعهم عن القرار ده، لكن للأسف مجلس العار طلع يبرر للجمهور هو ليه تعاقد مع كوكاكولا. فبنلاقي الأستاذ هاني شكري طلع يقول لنا جرى ايه يا اخوانا؟ في ايه يا جدعان؟ يا اخوانا الامور سهله وبسيطه. انتوا عارفين شركه كوكاكولا مصر دي ايه؟ ده شغال فيها 7000 مواطن مصري، ده بتصدر ل 42 دوله، ده دخلها السنوي مليار جنيه. مش عايزيننا نتعاقد معاهم ازاي؟ ده عرض يا جدعان. الله، في ايه يا اخوانا؟ الامور سهله وبسيطه وانتوا اللي مكبرين الموضوع. بص يا استاذ هاني، عايز اقول لحضرتك كلمة من مواطن مصري زملكاوي. اذا كنت حضرتك بتبرر الغلط، ففي ناس بتشتغل في لا مؤاخذة البورنو. معنى كده ان ممكن نادي الزمالك يتعاقد مع افلام بورنو؟ اذا كنت حضرتك بتبرر الغلط، ففي تصريحات لشركات الخمور هنا في بعض الاماكن في مصر. هل حضرتك ممكن نلاقي اعلان للخمور على تيشيرت نادي الزمالك ونقول جرى ايه يا اخوانا؟ ما الخمور بتتباع في مصر اهو عادي. يعني انتوا عايزين تضربوا السياحه؟ يعني ينفع تضربوا السياحه؟ ده كان الاستاذ هاني شكري. انما الاستاذ الفاضل الكبير المستشار لمجلس الاداره الاستاذ جورج سعد طالع يقول لك ايه بقى؟ في ايه يا جدعان؟ ده الفلسطينيين نفسهم بيشتروا كوكاكولا. الله، استاذ جورج، هو سيادتك كنت قاعد في فلسطين وشفتهم هم بيشتروا كوكاكولا؟ استاذ جورج، هو من الواضح ان حضرتك مش متابع زي باسم مرسي. استاذ جورج، الفلسطينيين مش لاقيين الميه، مش لاقيين الاكل، فانت حضرتك بتتهم الفلسطينيين ان هم بيشتروا كوكاكولا؟ استاذ جورج، لو سيادتك مش عارف ايه اللي بيحصل في فلسطين من يوم 7/10 تقدر حضرتك تراجع كده وتخش وتعرف. انما لو ده يعني معلوماتك عن القضية الفلسطينية ان اخواتنا في فلسطين بيشتروا كوكاكولا، فانت محتاج ان انت تتعالج، لان كده الامور خرجت عن وضعها الطبيعي. يا استاذ جورج، مش معنى ان حضراتكم عملتوا جرم في حق نفسكم وفي حق نادينا الحبيب ان انت تطلع تبرر المبرر العبيط ده. زي بالظبط اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين داخل النادي الاهلي لما كانوا بيبرروا عن تعاقدهم، فيطلع الاستاذ عدلي القيعي ويدعي جمهور النادي الاهلي ان هم لازم يشتروا منتجات الرعاة بتاع النادي الاهلي عشان يطوروا من النادي الاهلي. في يعني سقطة في تاريخ عدلي القيعي وفي تاريخ مجلس اداره النادي الاهلي انه يروج لشراء منتج الشعب المصري عامل عليه مقاطعه. هو نفس المبررات ونفس الاسباب بنفس الشخصيات بنفس الفكر العقيم، انما الشعب المصري رافض رفض تام كوكاكولا، ورافض رفض تام ان كوكاكولا تبقى راعيه للنادي الاهلي او راعي لنادي الزمالك. مش هنقدر ان احنا نغير الحقائق، مش هنقدر ان احنا نخالف ضميرنا ونزيها في الواقع ونقول اصل مجلس اداره العار بتاع الزمالك كان مجبر، او مجلس اداره النادي الاهلي ما كانش قدامه خيار تاني. كل الحلول كانت موجودة على ترابيزات المفاوضات ما بين مجلس إدارة الأهلي وشركة كوكاكولا، أو مجلس إدارة الزمالك وشركة كوكاكولا. الأستاذ حسام المندوه اللي طالع بيقول إن شركة كوكاكولا قدمت عرض خيالي لنادي الزمالك ما ينفعش إنه يترفض
عشان كده شركة كوكاكولا بقت الراعي الرسمي لنادي الزمالك لمدة 5 سنين. وهنا أنا عايز أسأل الأستاذ حسام المندوب، عرض خيالي بالنسبة لك اللي هو الفلوس، الدولارات، الريالات، يعني قدرت تشتريكم؟ احنا جمهور الزمالك مبادئنا ما بتتباعش، احنا جمهور نادي الزمالك مش هنبيع القضية الفلسطينية مقابل حفنة من الفلوس. احنا جمهور الزمالك مش هنقبل ان انت تبني فرقة وتجيب صفقات ولاعيبة على حساب دم اخواتنا. يا ريت الناس دي تفهم ان جمهور الزمالك رافض وجودكم حاليا في مجلس الاداره، لان انتم بالنسبه لنا مجلس العار، واي حد هيحاول ان هو يبرر لمجلس اداره نادي الزمالك فهو مخطئ، واي حد هيحاول انه يبرر افعال مجلس الاداره وان تكون كوكاكولا راعي لنادي الزمالك فهو شريك في الجريمه. يا رب تكون الرسالة وصلت، ويا رب أكون برأت ذمتي قدام ربنا من رعاية كوكاكولا لنادي الزمالك. ويا رب يا رب احنا ايدينا مش ملوثة بدم اخواتنا الفلسطينيين، وعمرنا ما هنشارك في ده.